السلام عليكم. دايما عندي لما باجي اتخانق او بيحصل معايا مشكله مع اي مريض او كده، او بلاحظ ان في تقصير حصل مع مريض بسبب بروتوكول مكان او كده، فانا بحب اقعد اتكلم في اي حاجه. فقلت افتح الكاميرا واتكلم. جه في مخي ان انا اتكلم في لو رجع بيا الزمن لاول سنه في كليه الطب كنت هعمل ايه. الكلام اولا هو غير منظم، وانا مش مرتب افكار. انا هقعد اتكلم دلوقتي وارغي، واتمنى ان الفيديو ده في الاخر يفيد اي حد. آه، في البداية أنا كنت في أسنان وحولت البشري. فلما دخلت بشري قلت بقى زيها زي إيه، زي مذاكرة أسنان. نروح نحضر في الكلية، تشوف الدكاترة بيشرحوا إيه. بتاعت أول سنة في أسنان، يعني إحنا كنا في أسنان بنروح نحضر في كلية علوم، ناخد فيزياء وكيمستري وحاجات كده عبيطة. المهم يعني كان حاجات غير منتظمة أو منظمة، على الأقل حاجات بسيطة. ده شغال شغال، ولكن أنا بنهج بس من الغضب اللي كنت فيه بس من شوية، معلش. تعالَ نتكلم في أول نقطة، وهي إن أنا لو رجع بيّا الزمن لأول يوم في كلية طب بشري، كنت هاعمل حاجة مهمة جدًا، وهي إن أنا هاجيب كتاب first aid بتاع step 1. step 1 of USMLE. USMLE لو أنت ما تعرفهاش باختصار شديد جدًا، دي المعادلة الأمريكية في كلية الطب، أو معادلة شهادة كلية الطب. أنت ممكن تمتحنها وأنت في سنة تالتة أو أنت في سنة رابعة، تمتحن أول step، وتاني step تمتحنها في الامتياز. أول ما تخلّص امتيازك تسافر. طب أنا مش عايز أسافر أمريكا ومش مهتم بأمريكا، ليه أنت تنصحني بحاجة زي دي؟ لأ، لازم تجيب الكتاب ولازم تذاكره. ليه بقى؟ الكتاب باختصار شديد جدًا يا جماعة، هو بيدّيك العلم اللي أنت المفروض تاخده في الbasic. يعني أنت أول سنتين في كلية الطب أنت بتاخد سنين اسمها سنين الbasic، اللي هو الanatomy والphysio والbio والحاجات العبيطة دي. بعد كده في سنة رابعة تالتة ورابعة وخامسة أنت بتاخد حاجة اسمها clinical اللي هو المرض اسمه كذا، طب هو حصل له إزاي، طب إحنا نعمل إيه نعمل له إشاعات إيه وتحاليل إيه علشان نشخّص المرض ده ونتأكد إن التشخيص ده صح، طب إيه العلاج اللي نعمله للمريض. فده اسمها سنين clinical. فسنين الbasic أنا بانصحك إنك تجيب كتاب المعادلة الأمريكية. ليه بقى كتب المعادلة الأمريكية وأنا عايز كتاب واحد بس وهو الfirst aid؟ أنت أولًا خلصت مديول مثلًا مديول الrespiratory، حلو. ماشي، أنت في الكلية بتاعتك الجميلة، سواء أنت في أي بدون ذكر أسماء الكليات، أنت في الكلية بتاعتك الدكتور كان بيخش يقعد يشرح في المحاضرة، يقعد يرغي بقى ويقول كلام، فيه كلام مهم وكلام مش مهم. يقعد يقول لك حشو كتير جدًا، أنت مش عارف توصل لإيه طب إيه المعلومة الصح أو إيه المعلومة المستفادة، إيه أكتر معلومة ممكن أستفاد بيها. فالفكرة بقى إنك أنت أمّا تخلّص الmodule بتاعك أو آخر أسبوع مثلًا في الmodule بتاعك، فكّروني في مرّة إن شاء الله أعمل لكم فيديو إزاي كنت باذاكر، وممكن وأنا في نُص الحوار دلوقتي أتكلّم عن إزاي أذاكر الmodule واضمن إن أنا أقفّل الmodule بسهولة جدًا وبطريقة سهلة جدًا. by the way، أنا كان تقديري في أول سَنة في كلية طِب بشري كان تقدير سيء جدًا، تقدير قذر. تقريبًا يعني أنا ما أحبّش إن أنا أفتكر السَنة دي، ولكن إن نفْس الشخص ده في سَنة تالتة ورابعة وخامسة جايب امتياز وبأقل مجهود، بأقل مجهود، وب وكنت بالعب في السنين ديّة، وكنت باعمل أي حاجة أنا عايزها في خلال السنة، كنت بُص مدلّع نفسي. لكن في سنة أولى كنت تقريبًا كل يوم باذاكر 12 ساعة، وعلى الله، على الله حكايتي بجد، لا باعرف أخلّص ولا باعرف أستفاد حاجة، وفي الآخر جِبت درجة وحشة جدًا. وأنا هاتكلم في الموضوع ده بالتفصيل، ولكن ناخدها بس واحدة واحدة. ليه أنا بانصح بالمعادلة الأمريكية؟ كُتب المعادلة الأمريكية، أنت خلّصت الmodule بتاعك زي module respiratory أو module الcardio مثلًا، فالدكاترة بيقولوا حشو كتير، أنت مش عارف إيه المهم، طب أنا أطلع بالmodule ده بإيه، طب إيه المعلومات المهمة، فأنت هتلاقي نفسك حصلت على 1000 معلومة، 1000 معلومة في الmodule ده. طب هل أنت مطالب منك ال1000 معلومة؟ لأ. أنا عايز أقول لك كل المطلوب منك بس هم 200 معلومة المفروض تطلع بيها من المديول الواحد. 200 معلومة، لكن الأطباء اللي في الجامعات المصرية بيقعدوا يرغوا ويسترسلوا بيلزقوا في الحاجات اللي ما لهاش لازمة، ويخلّيك أنت بقى مشتت، يعني ده المهم والّا ده المهم، ده المهم والّا ده المهم. ولكن عشان تبقى أنت حاطط القانون بالنسبة لك، سنين الbasic هي ما هي إلا مؤهلة ليك علشان تبقى مؤهل إنك تدخل الclinical، سنين الclinical. طب أنا عايز أطلع بمعلومات قليلة جدًا، مش عايز معلومات كتير، بس عايز معلومات قليلة جدًا، ولكن المعلومات دي هتفرق معايا أوي، أوي، أوي فين؟ في سنين الclinical. مش هتلاقي الحاجات دي ولا التحديد الصغير ده ولا المعلومات المهمة أوي، أوي والدقيقة أوي اللي هتفرق معاك في سنين الclinical غير في كتاب الfirst aid. فلذلك أنا بانصح أي حد خلّصت امتحان الmodule بتاع الrespiratory، فورًا يا باشا روح اقرأ. أنا باقول لك ما تذاكرش، ما تحفظش، ما تحاولش تعمل أي حاجة. أنا بس عايزك تمسك كتاب الfirst aid، تقعد تقرأ فيه، تشوف إيه المعلومات اللي أنت عارفها والمعلومات اللي أنت ما تعرفهاش،
والمعلومات اللي ما تعرفهاش حاول تسرش عنها، اسمع اسموزيس ولا اسمع اي حاجه، المهم بس اعرف المعلومتين الثلاثه اللي ناقصينك، لان المعلومات دي هي المهمه. يعني اكن ده بالظبط القانون بالنسبه لك، اللي هو انا يا باشا هقعد الم معلومات من هنا وهذاكر الدرس ده ومن هنا وفي الاخر ده الدستور بتاعي، هروح اشوف الدستور بتاعي قايل لي ايه. قال لي المعلومه دي والمعلومه دي والمعلومه دي، خلاص انا دول مطلوبين مني ان انا احفظهم صم، لازم ما ينفعش السنه اعديها غير لما اكون حافظهم. في حاجه كتير كنت بشوف زمايلي بيعملوها، انا للاسف ما كنتش بعملها. ان هو كان بيعمل حاجه جميله جدا، بيقول من خلال السنه، يعني مثلا خلص سنه اولى حلو، فهو لقى نفسه عنده ديفكت كبير جدا في مديول النيورو مثلا ولا المديول الكارديو ولا الماسكل ولا الكلام ده. فهو بقى يعني هو بقى حافظ في مخه انا لازم اطلع السنه دي وانا حافظ كل كلمه في الكتاب، مش مهم معايا الدرجات ومش مهم معايا المجموع، بس انا عايز اطلع في يوم من الايام دكتور شاطر. فكانوا يعملوا ايه بقى، يجوا بعد ما يخلصوا السنه في الاجازه الكبيره جدا، الأجازة الكبيرة اللي ما بين سنة أولى وسنة تانية، يقوم يا باشا يقعد يذاكر الماسكرو تاني. هم صح، ولكن المشكلة كانت عندهم إن هم بيروحوا يذاكروا معلومات الكلية وكتب الكلية، اللي هو أنا آسف في الكلمة، إيه القرف ده؟ أنت بتذاكر إيه ولا بتعمل إيه ولا هم صح فكرتهم ممتازة، وده يدل إن هم دكاترة شطار جدا، ولكن ما عندهمش النولج الكافية اللي هم يوصلوا لمرحلة إن هو يقولوا طب أنا هذاكر إيه علشان أستفاد بيه. فلذلك أنا أنصحك أو تعمل زيهم بالظبط وتقلدهم، بس تقلدهم عن طريق مذاكرة كتاب الفيرست ايد. خلي ده بالنسبة لك دستور، علشان بعد 10 سنين من وانت في سنة أولى كلية الطب، بعد 10 سنين لما تتخرج، يوم ما تعوز معلومة معينة عشان تفتكرها في البيزك، تروح بس تفتح كتاب الفيرست ايد، تبص فيها، قريت السطر واحد، يا ده انا افتكرت، بس وتقفل الكتاب على كده. فده الدستور والمرجع بالنسبة لك. دي أول حاجة أنا هعملها لو رجع بيا الزمن. برضه عشان يكون النصيحة كاملة، لو رجع بيا الزمن إن أنا همشي في طريق السفر، ما تفكرش كتير، امشي في طريق السفر. روح يا باشا احصل على العلم اللي بره، وتعلم كويس جدا بره، وتعلم بسهوله جدا من غير منافسه. هو في اي بلد فيه منافسه، ولكن من غير منافسه غير شريفه. تمام. روح احصل على العلم بمنافسه شريفه جدا. اللي عنده علم بره هو اللي بيعرف ينجح، واللي ما عندوش علم بيفشل. وارجع تاني لبلدك، اخدمها واخدم وطنك، وتعالى ربي ولادك في بلاد المسلمين، والكلام الجميل ده كله، عشان ما حدش يقول لك انت بتطلع بره بتبقى كافر والكلام يعني انت عيالك نسل التالت بتاعك هيبقى ملحد والكلام ده. يا باشا ماشي، اخرج واحصل على العلم في بلاد اهل العلم، وتعالى تاني لبلاد اهل الجهل وعالج الناس الغلابه. ولكن حط ده تارجت في مخك، انت لو عندك الامكانيه الماديه انك انت تسافر، يلا توكل على الله في المذاكره، وتوكل على الله وتوكل على الله وسافر. ما عندكش امكانيه، على الاقل ذاكر العلم بتاع بره واعرف البيزك بتاعهم واشتغل بيه. طب تعالى حاجه تانية انا كان نفسي اعملها في سنه اولى. انا لما جيت سكنت، انا كنت في اسنان، فانا لما كنت في اسنان كنا بنروح نعمل ايه، نذاكر ازاي، بنروح نجيب محاضره الكليه ونصورها ورقه ونروح البيت نقعد نذاكر فيها. ده اللي انا عملته فين، في لما دخلت بشري. لما دخلت بشري انا سافرت من القاهره لاسيوط عشان كليتي في اسيوط. فلما سافرت وسكنت مع ناس في كليه الصيدله، وتقريبا دي اكبر غلطه انا عملتها في حياتي. ليه بقى؟ انا على فكره انا كنت ساكن مع واحد من هو اول دفعته في كليه الصيدله. عارف يعني ايه واحد في كليه الصيدله وهو اول الدفعه؟ فانا عايز اقول لك انا كنت قاعد مع حوت. فبسم الله ما شاء الله، فانا بسم الله ما شاء الله كان بيذاكر كميه مذاكره غير طبيعيه، وانا كنت بعمل زيه بالظبط، كنت بقعد اذاكر زيه بالظبط مذاكره غير طبيعيه. بس انا كنت بعمل ايه بقى؟ كنت بعمل زي ما هو. بص، بتوع الصيدله بيروحوا يحضروا المحاضرات بتاعتهم، يصوروا الورق الصيدله بتاعت الدكاتره ويقعدوا بقى يحفظوا فيها بقى ويدشوا فيها، وشغل العقم بتاع الصيدله ده. انا بقى عملت نفس اللي هو بيعمله، اروح اشوف المحاضرات ايه واروح اصورها واقعد اذاكر نفس المذاكره دي. ما كنتش اعرف عن حاجه اسمها داتا، او اعرف بس كنت فاكر انها مش مهمه بقى، ما هو الواد صاحبي هو طالع الاول وبسم الله ما شاء الله زي الفل وبتاع. فانا المنتور بتاعي كان في كليه الصيدله، وده غلط. لازم المنتور بتاعك يكون في كليه الطب. في تاني سنه بقى انا سكنت مع بتوع بشري. اكتشفت اصلا ان الرجاله اصلا بيذاكروا ازاي بقى، بيذاكروا عن طريق ان هم يسمعوا الفيديوهات بتاعه المحاضرات، مش المحاضرات النهائيه، مش المحاضرات بتاعه الكليه، لا لا لا. هو مثلا يروح يسمع لك دكتور بتاع في الفارما في المنصوره، يروح يسمع لك فيسيو لدكتور عايش في كندا مصري وبيشرح الفيسيو، فانت تروح تسمع الماده دي هناك. مش عارف مين في القصر العيني بيعرف يشرح ماده ايه كويس جدا وبطريقه سهله جدا، فهو يقعد يسمع ده وما بيحضرش في الكليه. والله العظيم ما كانوا بيحضروا في الكليه، وكانت تدريسهم عاليه جدا، وكانوا شطار جدا ومتمكنين جدا في الماده العلميه بتاعتهم. فهو ما كانش بيحضر في الكليه، ولكن كان بالنسبه له هي انا مطالب مني ايه، الداتا اللي هو الداتا اللي هو عدد الفيديوهات بتاعت الدكتور او الكورس بتاع الدكتور ده، انا هخلصه واذاكر من كتاب الدكتور ده وخلاص كده. وفي اخر اسبوع ولا اخر 3 4 ايام ابقى اشوف الكليه عايزين ايه ولا هيمتحن امتى الساعه كام وكده، واشوف هم مهتمين بايه ومركزين في ايه.
وباي ذا واي تعالى بقى نتكلم عن طريقه المذاكره. انا افضل طريقه مذاكره وصلت لها في كليه الطب البشري، تعالى اقول لك عليها. انا كنت اجي اخش مثلا على مديول زي ايام البطنات بقى وكده، تعالى مديول زي الاندوكراين مثلا، ماشي؟ انا كل يا باشا كل مطلوب مني يا باشا انا هعمل حاجه واحده بس يا باشا. الاندوكراين ده داخل فيه كذا شابتر، شابتر بتاع البطنات، الجراحات، مش فاكر ايه تاني، المهم يعني بطنات وجراحات. فانا اشوف كام فيديو بتاع البطنات واحطهم في ملف او فولدر لوحدهم، حلو، وكام فيديو للاندوكراين في الجراحات واحطهم في فيديو لوحدهم، تمام. وبعد كده اقعد اشوف عدد ساعات الكورس ده، عدد ساعات الفيديوهات دي كلها كام، عليهم مثلا مجمعين معايا 40 ساعه. بس انا كده مطلوب مني اسمع 40 ساعه. طبعا اغلب الدكاتره انت ممكن تسمعهم على واحد ونص وعلى اتنين، فما فيش مشكله يا باشا. انا عايزك بس تمسك ال 40 ساعه دي، وكل يوم ما تذاكرش غير ساعتين فقط لا غير. كل يوم ما تذاكرش غير ساعتين فقط لا انت مش هتذاكر غير ساعتين. هتقعد تشغل الفيديو قدامك، تشغل الفيديو قدامك يا باشا، وتشغل الفيديو على واحد ونص وتقعد تسمع وتوكل على الله. اول ما تصحى من النوم تشغل الفيديو قدامك، وقعدنا نسمع وخلصنا الفيديو هتلاقي نفسك خلصته في ساعة ونص. قول ان عشان تكمل ساعتين فانت هتسمع لك فيديو مثلا فيديو ونص، يعني هتلاقي نفسك سمعت توتال 3 ساعات. حلو، سمعت توتال من الفيديوهات نفسها 3 ساعات، لكن انت في الواقع ما خدتش وقت غير ساعتين. اول ما تصحى من النوم، قبل ما تمسك موبايلك، قبل ما تكلم صحابك، قبل ما حد يصحى في البيت، تصحى على طول تعمل الحاجة دي. التاسك ده المطلوب وحيد، ده التاسك المطلوب منك، هتقوم تعمله خلاص كده انت خلصت. انت باقي اليوم فري، انا بقول لك ما تذاكرش باقي اليوم براحتك، انت حر، انت يا باشا ملك. بس انا هستأذنك بس بعد ما تسمع الفيديوز دي، بس ابقى بص في الكتاب بتاع الدكتور، بعد ما يعني انت خلصت خلاص قفلت وعايز تقفل، بص كده في العناوين بس، قول مثلا الميكانيزم وتعدي، بس مجرد بس انك تمشي عينك على الكلام فقط لا غير. بالحسبة البسيطة دي ال 40 ساعة بتوع الفيديو، ولا قول مثلا 30 ساعة بتوع الفيديوهات دي، لو انت كل يوم سمعت 3 ساعات، لو كل يوم سمعت 3 ساعات او سمعت حاجات بسيطة زي ديت، هتلاقي نفسك خلصت المديول كله في 10 ايام فقط. لو انت مش مدرك يعني ايه 10 ايام، يعني اسبوع ويومين او 3 ايام. يعني مديول لمدة شهر كامل انت خلصته في 10 ايام، عن طريق بس تنظيم وقتك في انك تسمع عدد ساعات معينة في فترة معينة وتقرأ بسرعة جدا. خلصنا اول سماع واول مرة تسمع فيها الفيديوهات ديت في 10 ايام. طبعا انت كنت جاهل، انسان جاهل لا يفقه شيء عن الاندوكراين، انت ما تعرفش اصلا يعني ايه غده، ما تعرفش اي حاجه في الكلام ده، ما تعرفش اي حاجه. ولكن انت الحمد لله بعد ال10 ايام انت بقيت راجل الى حد ما طالب علم، انت فاهم الكلام ماشي ازاي، فاهم ايه المطلوب، فاهم ايه السيستم ماشي ازاي، ولا مين بيودي فين وبيجيب منين. تاني مره لما تيجي تسمع نفس الفيديوز تاني، اسمع نفس الفيديوز تاني، هتلاقي نفسك بتسرع بسرعه جدا وبدات تسمع بالراحه، وممكن كانك بتتفرج على فيلم. برضو اول ما تصحى من النوم، تسمع الفيديوز بتاعتك او المحاضرات بتاعتك النهارده، خلصتها يا باشا، هتلاقي نفسك خلصتها في تاني مرة، خلصتها بس فقط هتلاقي نفسك خلصتها في تاني مرة في أيام لن تتعدى 6 أيام فقط. فأنت كده كل اللي انت عملته سمعت 10 أيام، ده أول مرة تسمعه، تاني مرة سمعت 6 أيام، ودي تاني مرة تسمعه، فكان الموضوع كان بالنسبة لك سهل وكروته بسرعة. انا عايز اكد يا جماعه، انا لحد دلوقتي ما بتكلمش غير انك انت ما تذاكرش غير 3 4 ساعات في اليوم فقط، اللي هو انت صحيت الساعه 6 الصبح، خلصت يا باشا مذاكرتك الساعه 10، من الساعه 10 لاخر الليل انت فاضي، انت بتلعب، انا بقول لك العب ما تذاكرش تاني. طب انا عندي مش ما تذاكرش، طب اصل انا نفسي اذاكر، طب ما تذاكرش، طب اسمع فيديو تاني، لا انا بقول لك العب العب استمتع. دايما حط قاعده، حط اسس وقوانين يا باشا. انا المذاكره هقعد اديها حقها، اللعب انا هقعد هديله حقه، ما تقعدش في البيت باقي اليوم، خلصت اقعد العب، تمام. لما تعود نفسك على السيستم ده والهيكل ده هتلاقي الدنيا سهله بعد كده، وهتلاقي نفسك بالنسبه لك مثلا لما تيجي تذاكر العصر هتقول ده رفاهيات مني، بس انا الاساس بتاعي هو الصبح. طيب الموضوع خلص لحد كده؟ لا ما خلصش لحد كده. ليه؟ لانك انت لازم تعمل حاجه مهمه جدا. خلي بالك ودي نصيحه مهمه جدا ليك يا ابني والله. ركز انك ترتب على دفعتك، ركز انك ترتب على دفعتك. نيابه الجامعه مهمه جدا، واللي يقول لك نيابه الجامعه مش مهمه والله العظيم كذاب. انا اتقال لي نيابه الجامعه مش مهمه، مش هتعلم حاجه، وده عبوديه ومش عبوديه وكلام كتير، كلام ملوش اي لازمه. انا دلوقتي في فتره اخر شهر امتياز ليا وهستلم تكليفي، فانا دلوقتي تايه، هل اروح تامين قديم بحيث ان انا خلال 4 شهور اخد التخصص بتاعي، ولا اروح تكليف اللي هو تبع وزاره الصحه، تروح تكليف بقى تبع وزاره الصحه، تقعد سنتين منهم سنه جيش، وبعد السنتين تروح تاخد النيابه بتاعتك في التخصص بتاعك. فاهم التوهه؟ يعني انت لو نيابه الجامعه، لو زميلي في نيابه الجامعه
النهارده انا باصور الفيديو ده النهارده في شهر 2. زميلي في نيابه الجامعه في شهر 3 هيروح يستلم نيابته. شهر 4 هيبدا يشتغل في نيابته وفي التخصص بتاعه تحت افضل دكاتره في مصر. دكاتره الجامعه هم افضل دكاتره في مصر، اللي بره الجامعه هم افضل دكاتره وكل حاجه. بس هم الناس دي عانت قوي علشان يتعلموا، فمش هيعلموا حد. ليه مش هيعلموا حد؟ مش عشان هم مثلا ناس وحشه والناس، بس الناس اللي في وزاره الصحه علشان يوصلوا لمرحله ان هم يكون عندهم علم كافي ويتعلموا ويبقوا مميزين وشطار. معلش. ال- الناس اللي دخلت، معلش يا جماعه عشان مش فاكر انا وقفت فين بالظبط، وقلت اظبط المكان الاول. انا مش متذكر انا وقفت فين، ولكن انا بس هكمل كلامنا. تقريبا احنا كنا بنتكلم على موضوع الجامعه ومش الجامعه. لو انت خلصت واستلمت نيابه جامعتك، انت في شهر، انت هتخلص امتيازك في شهر 2. يوم 28/2 ده يوم 28/2 انت اخر يوم ليك في الامتياز. يوم 1/3 او يوم 15/3 غالبا انت هتستلم نيابه الجامعه، وهتروح تحضر في الجامعه بتاعتك من يوم 1/4 اللي بعدها. فانت كده بعدها، بعد شهر، بعد ما تخلص امتيازك بشهر واحد او شهرين، هتلاقي نفسك بدات تتعلم في تخصصك وتحت ايد دكاتره ممتازين جدا. انا وقفت عند نقطه ان دكاتره الصحه اللي هم في وزاره الصحه مش في الجامعه، اللي بره في وزاره الصحه، هم فيهم دكاترة ممتازين جدًا، فيهم دكاترة شطار جدًا بسم الله ما شاء الله. بس الناس دي علشان تحصل على العلم، الناس دي اتذلّت بالمعنى الحرفي علشان يحصلوا على العلم ده. فهو حصل على العلم فيقول لك: "لا يا باشا أنا مش فاضي بقى أعلّم، أنا عايز أجيب فلوس." فهو الtarget بتاعه إن هو يجيب فلوس بس. ما فيش أصلًا فرصة عنده إن هو يعني إيه، يتناقش مع حد أثناء عملية عشان يعلّمه. تعالَ بقى ناخدهم واحدة واحدة. عندك أول حاجة اسمها نيابة الجامعة. نيابة الجامعة أنت بتخلّص، مثلًا أنت جامعة بلاش ذكر اسمها جامعات، بس تعالَ حموقة الدولي. جامعة حموقة الدولي، أنت خلّصت اشتغلت في مستشفى جامعة حموقة الدولي، كده أنت طبيب جامعي في مستشفى حموقة الدولي. ثانيًا مثلًا قُلت أنت مثلًا خدت تخصص الجراحة، ولذلك دايمًا اللي عايز يتعلم جراحة في مصر بيتعلمها في الجامعة مش بيتعلمها في الصحة برّه. فأنت مثلًا خدت إيه، نيابة الجراحة بتاعتك. خلال سنتين بالضبط أو 3 سنين هم غصب عنهم هيعلموك. غصب عن بُص، لو اللي هم الدكاترة الكبار غصب عن بالجزمة هيعلموك، هم مجبرين إن هم يعلموك. ليه؟ عشان هم يعرفوا مثلًا يقفوا مثلًا يريحوا في البيت شوية وأنت تشيل الشغل مكانهم، فلازم يعلموه غصب عنهم. ثانيًا القانون أصلًا بيجبرهم إن هم يعلموك. طب هم لو مش علموك ممكن مش يعلموك عادي، وإحنا سمعنا عن ده كتير جدًا، وإن هم مثلًا ينبذوا شخص معين ويحاولوا يحاربوه أو يحاولوا يطفشوه من القسم علشان مش يفضل قاعد معاهم، لإنه مثلًا بيتقاوح معاهم كتير، بيرد على الدكاترة الكبار. وخلّي بالك مثلًا، وعلى فكرة مش مثلًا مش شرط إن هو رد عليهم أو كده إن هو قليل أدب، لأ. هو ممكن يشوف شاف الدكتور عمل حاجة غلط أخلاقيًا أو مهنيًا، فيعاتب الدكتور فيها أو يرفض وجود حاجة زي دي أثناء وجوده. فخلاص يتقفلوا منه. إحنا هنفضل وراه لحد ما نأذيه ونمشيه من المكان. ودي حصلت كتير جدًا وسمعنا عنها كتير جدًا. بس نيابة الجامعة عشان تكون أنت فاهم، أنت بتتفحت شغل، بتتفحت شغل. أنا ما شُفتش دكتور بيشتغل private أثناء نيابة الجامعة، وخاصةً لو أنت جراحات. أنت في الجراحات يا باشا أنت ما لكش غير نيابة الجامعة، قاعد في المستشفى. أنا أعرف ناس قعدوا في المستشفى بعد ما استلموا نيابة الجامعة بال40، 50 يوم. أنت كأنك دخلت جيش، بتفضل في المستشفى 40 يوم ما تخرجش منها نهائي. أنت اللي شايل الطوارئ، أنت شايل الديرتي كله. يعني إيه الديرتي كله؟ يعني كل الحالات أنت اللي شايلها. أي ورق بتخلّص أنت اللي شايله، أي ورقة بأي إمضا بتتعمل أنت اللي بتعمل، أي حاجة أنت بتعملها. لو الناس عايزين مَيّة أنت بتجيب مَيّة، فاهم؟ يعني أي حاجة أنت بتعملها. وفي المقابل ده أنت بتتعلم غصب عنهم. لازم تكون اتخرجت من الجامعة تتعلم. الماستر بتاعك بتخلصه بعد 3 سنين. الجيش بتاعك لو أنت ليك، لو كل الناس ممكن يخشوا جيش ياخدوا سنة أو سنتين أو 3، أنت لأ، أنت لازم تاخد الجيش بتاعك سنة واحدة، هو ده القانون. فأنت بتخلص 3 سنين بتوعك، والماستر بتاعك لو أنت بتعمل ماستر وأنت في الجامعة ودخلت الجيش سنة بيتحسب سنة الجيش بتتحسب من الماستر بتاعك. ففي مميزات رهيبة جدًا في الجامعة. ولكن الصعوبة في الجامعة يعني الناس بترفض الجامعة وبيخافوا منها علشان بس العبودية اللي بتحصل فيها يعني. أنا بقى أحكي لك على وزارة الصحة. وزارة الصحة أنت خلصت عايز تستلم بقى التكليف بتاعك، يا إما تروح حاجة اسمها تأمين قديم. عارف أنت التأمين الصحي اللي جنب بيتك، اللي باباك معاه كارت تأمين كده عشان هو موظف، فيروح يطلّع الدوا من هناك والكلام من ده. أنت هتشتغل بقى في المكان ده، ده اسمه تأمين قديم ماشي. أو عارف أنت المستشفى المركزي اللي عندك في البلد، يعني مثلًا أبو قير، مستشفى أبو قير العام، عارف الكلمة دي؟ أهي دي بقى اسمها مستشفى مركزي، دي تبع مين؟ وزارة الصحة. فكده إحنا عندنا حاجتين، تأمين قديم أو وزارة الصحة، أو مستشفى مركزي وتبع وزارة الصحة. طب المستشفى المركزي دي جنبها حاجة تانية اسمها مستشفى التعليم. هتلاقي مثلا مستشفى إبراهيم التعليم، مستشفى الأحرار التعليم، مستشفى أحمد حلمي التعليم، وهكذا. أو مستشفى الساحل التعليمي في القاهرة.
وهكذا. كده انا كلامي مختصر جدا. انت لا اما تروح تامين قديم، تامين قديم اللي هو باباك بيطلع كارت التامين بتاع الموظفين ده، ماشي، لا اما تروح حاجه تبع وزاره الصحه. وزاره الصحه فيها حاجتين، لا اما مستشفى تعليمي، لا اما مستشفى ابو كبير المركزي، مستشفى هي مركزي، مستشفى السلاموكة المركزي، اللي هي بتاعت المنفلوط المركزي، الاماكن دي. فلا اما ده لا اما ده لا اما ده. انا واحد من الناس لو دخلت تامين قديم، وحاليا انا بفكر في التامين القديم علشان حاجه واحده بس. انت دخلت يا باشا التامين القديم، في شهر 4 بينزل ليك حركة نيابات. يعني ايه حركة نيابات؟ يعني بتعرف تختار التخصص بتاعك. يعني انا مثلا عايز اتخصص مثلا اي سي يو اللي هو حالات حرجة او كده، فانا هخش التأمين القديم اتخصصه في شهر 8 او 10 الجاي. هبدأ في تخصصي كحالات حرجة في شهر 10 الجاي. تمام، انا دلوقتي في شهر 2، في شهر 10 بالكتير قوي هكون بدأت في التخصص بتاعي. وفي ناس قالوا لي ان هم بدأوا يشتغلوا من تقريبا في شهر 8 كمان. ولكن لو انا بقى دخلت وزارة الصحة، سواء بقى مركزي ولا تعليمي ولا اي حاجه، المهم بقى يا سيدي، وزاره الصحه هتنزل لك التكليف بتاعك بعد مرور سنه. فانت هتستلم نيابه الجامعه بتاعتك، مش نيابه الجامعه، هتستلم النيابه بتاعتك بعد سنه. طب هي تفرق معنا يا دكتور سواء استلمتها بعد 4 شهور ولا استلمتها بعد سنه؟ هي هتفرق شويه. هتفرق في إيه بقى يا سيدي؟ انك انت لو استلمت بعد 4 شهور انت ممكن تحضر فيها زمالة مصرية بعد 4 شهور. مش بعد 4 شهور، بعد ما تستلم بعد 4 شهور. انت مثلا استلمت في شهر 8 ولا 10، لازم يمر عليك 6 شهور. مر عليك 6 شهور تقدم في حركة زمالة مصرية في نفس التخصص بتاعك. الزمالة المصرية دي، عارف الماجستير الدكتور عامل عارف انت الشخص ده اتخرج وعمل ماجستير ودكتوراه، هي دي بيسموها الزمالة المصرية. تمام، ودي تعتبر افضل حاجة بتتعمل. فانت دي ممكن تبدأ فيها بعد 6 شهور. يعني تقريبا هتبدأ في الزمالة بتاعتك يوم ما زميلك يروح يستلم التخصص بتاعه، بتاع اللي هو زميلك اللي هو في وزارة الصحة، راح يستلم التخصص بتاعه، انت كنت بدأت الزمالة بتاعتك في التخصص بتاعك خلاص. طيب الراجل الغلبان ده اللي راح يستلم التخصص بتاعه، بيبدأ يشتغل فيه مثلا بعد مرور سنة. ممكن تخلي من التكليف بتاعك وترجع تشتغل في نفس المكان اللي هو في تبع التخصص بتاعك، بس غالبا انت بتكون في الجيش. ولو مش في الجيش انت تستلم التخصص بتاعك وتشتغل فيه. وبعد ما تستلم التخصص بتاعك في المستشفى هتفضل مستني لمدة 6 شهور يعدوا عليك عشان تبدأ تقدم على زمالة مصرية. إذا نفهم من الكلام إن التأمين القديم بتاع الموظفين ده اللي هو بتاع الكروت والحاجات دي حلو قوي، ده أنا هخلص خلال 6 شهور وهشتغل وهبقى جامد. لكن المستشفى الصحة بتاعت مستشفى مركزي والكلام ده وحشة جدا. ده أنا لسه قدامي سنة وبعد كده 6 شهور علشان أبدأ أحضر في التخصص بتاعي. يعني أنا كده بتكلم في هنا تقريبا في 10 شهور أنت خلصت، وهنا أنت قدامك سنة ونص. طب هل المقارنة دي معقولة؟ تعالى بقى أقول لك على ميزات تانية وعيوب تانية. التأمين القديم هم عدد مستشفيات محصورة جدا. يعني مثلا لو انت جيت قلت لي يا دكتور ابراهيم هي ايه افضل مستشفيات انت تعرفها عن التأمين القديم، هقول لك كام مستشفى. اول مستشفى انا اعرفها ومشهورة جدا هي مستشفى التأمين الصحي بتاعة مدينة نصر، مستشفى صدناوي، مستشفى المبرة بتاعة الزقازيق. كذا مستشفى يتعدوا على الصوابع. اصلا خلي بالك انا نسيت اقول لك ليه الحاجات دي تفرق معنا. لانك لو دخلت ده ما ينفعش تحول لده. يعني انت لو دخلت تأمين قديم ما ينفعش تروح تأمين بتاع وزارة الصحة. ولكن لو دخلت وزارة الصحة انت ممكن تخش التأمين القديم عادي، دي ممكن تعدي. طيب التأمين القديم ايه بقى عيوبه؟ عدد ساعات عمل اوفر. مفيش حاجة اسمها نقسم مع بعض في تقسيمة او كلام من ده وانت في النيابة. ولكن لما تخلص تخصصك انت مطلوب منك مرور كل يوم في بعض الاماكن مش بقدر الكفاءة العالية اللي هو تتعلم فيها بعض التخصصات المعينة مميزة جدا اللي ليها حركة نيابات بتاعتها. ليها تقدر تاخد تخصص انت مثلا مش عارف توصل له في وزارة الصحة عشان تدينك مثلا 70 ولا حاجة. انا اعرف في ناس بتاخد تخصصات عالية قوي في التأمين القديم عن طريق بس الدرجات بتاعتهم عادي جدا فبيوصلوا لأرقام كويسة جدا. ولكن هل لما تخش التأمين القديم هتروح مستشفى كويسة ومستشفى متميزة فيها استشاريين شطار هيعلموك في أدوات يعلموك؟ يعني مثلا أنا اكتشفت ان المناظير مثلا، انا عايز مثلا انا انترست دلوقتي بحاجتين، لا اما الاي سي يو او اللي هو الجهاز هضمي وكبد ومناظير. فانا اللي اكتشفت ان هم ما عندهمش الانترفنشن خالص غير في الابر واللي هو بتاع المناظير اللي هو اي حد بيتعلمه. يعني مش حاجه، مفيش اي انترفنشن اكتر من كده، خلاص ده اللي بيعملوه. طب في اكتر لا. طب انت عايز تتعلمه وبتروح الجامعه. فكان في سؤال مهم عندي اللي سالته للدكتور، قلت له طب انا لما اروح الجامعه تبع الزماله، ما انت في الزماله انت بتلف الزماله يا جماعه 5 سنين، بتلف فيهم على كل المستشفيات الجامعيه، اي مستشفى انت عايزها، مستشفى جامعي بتاع كله تلف. فقلت له خلاص طب اروح 6 شهور في مستشفى الجامعه بتاع. قال لي لا مستحيل يعلموك. فقلت له علشان انا مش ابنهم. قال لي بالظبط، انت مش ابنهم فمش هيعلموك حتى لو كنت رايح لهم في ايه. طب انت يا باشا هتروح لهم ال6 شهور تشتغل ايه ولا تعمل ايه؟ الديرتي مش هتتعلم حاجه.
طبعا وزاره الصحه نفس النظام، بس ولكن في مستشفيات تعليميه ومستشفيات بقى احيانا بعض المستشفيات المركزيه، بعض المستشفيات المركزيه بتكون كويسه جدا. يعني في مستشفى زميلي قال لي عليها بتاعة اللي هو راح يستلم فيها كارديو، تقريبًا مستشفى مركزي في الفيوم، مش عارف اسمها النبأ والّا نبق حاجة شبه كده يعني، فقال لي: "أنا باعمل intervention يا إبراهيم خلال 6 شهور هابدأ أشتغل intervention مجرد بس إن أنا أبدأ في الfirst بتاعي." ففكرة إنك تعمل intervention كارديو أنا أعرف مستشفيات تعليمية بتمنع الدكاترة بتوعها إن هم يعملوا intervention في خلال أول سنة، يعني إيه intervention؟ يعني مثلًا بتوع الكارديو بيعملوا قسطرة، أكيد أنت سمعت عنها، موضوع القسطرة إنك بتخش من هنا وتروح هنا وتعمل الحاجات دي كلها. أنت ممكن تخش في إحدى المستشفيات التعليمية أو المستشفيات المركزية لمّا تخش وزارة الصحة، ما حدش يعلّمك ده، ممكن تقعد سنتين أو 3 سنين علشان بس تبدأ تعمل أول مرّة قسطرة في حياتك، ولكن المستشفى اللي زميلي راحها كانت مستشفى مركزي بس فيها الأدوات المتاحة وفيها الاستشاريين الشطار المتميزين اللي بيعرفوا يعملوا الintervention ده، فبدأوا يعلّموهم، بس هم اشترطوا عليهم شرط واحد، قالوا لي: "يا باشا أنا عايز أتأكد إنك أنت مكمّل معايا، كمّل معايا أكتر من 6 شهور وتبقى ابني خلاص، أنا هاعلّمك كل حاجة وهاخلّيك تبدأ تشتغل وتمِد إيدك." فكرة إنك تمد إيدك دي حاجة عظيمة جدًا. كنت عامل الفيديو ده ليه؟ والله العظيم أنا نسيت، والله أنا نسيت. يا نهار أبيض! أنا عامل الفيديو علشان أتكلم على لو رجع بيّا الزمن لسنة أولى إيه ده إيه أنا إيه اللي جابني أنا إيه اللي جابني في وزارة الصحة؟ أنا آسف والله أنا آسف. طب أنا اتكلمت إيه عن لو رجع بيّا الزمن لسنة أولى؟ أنا بتاع تاني حاجة مهمة، أنا آسف والله معلش. تاني حاجة مهمة يا جماعة إنك تنزل المستشفى بدري، يعني إيه تنزل المستشفى بدري؟ أنا بدأت أنزل المستشفى تقريبًا وأنا في سنة أولى، بس اترفضت، في دكتور قعد يقول لي: "لأ وروح استمتع بحياتك وانزل يا ابني بعدين." وبتاع والكلام ده، وللأسف سمعت كلامه وكسلت بعدها وما نزلتش. تاني سنة كان في كورونا ما نزلتش، بس بدأت أنزل في آخرها بقى. تالت سنة انطلقت، والله تقريبًا أنا نزلت في سنة أولى كتير، لا مش والله ما فاكر، بس أنا نزلت في سنة أولى أعتقد كتير، لإني اتعلمت الخياطة وأنا في سنة أولى، تمام؟ أعتقد إن أنا اتعلمت الخياطة في سنة أولى وشوية عظام كده وشوية بطنيات بس لا يا جماعة ده أنا ما بين سنة أولى وسنة تانية أنا تقريبًا اتعلمت الbasic بتاع الباطنة، بس افتكرت، أنا اتعلمت الbasic بتاع الباطنة ما بين سنة أولى وسنة تانية، والbasic بتاع سنة الباطنة ده اللي هو بتاع أي حد عارفه يعني أمره سهل، وده اللي أنت بتشتغل بيه وأنت في الامتياز، عارف أنت لمّا واحد زميلك يقول لك ده أنا في الامتياز ورايح أشتغل وبتاع وده مخالف للقانون طبعًا، ده بقى الbasic اللي أنا اتعلمته بتاع سنة أولى هو ده اللي كان ممكن يفيدني وأنا في الامتياز أشتغل بيه. اللي هو الشغل العبيط، الشغل اللي بيسموه شغل السوق، شغل أي كلام يعني. ليه بقى أنا بانصح دايمًا الناس تنزل المستشفى وتتعلم في المستشفى؟ لإن أي مرض أنت هتشوفه في المستشفى عمرك ما هتنساه، لكن أي مرض هتقرأه في الكتاب والله هتنساه بعد ربع ساعة، ربع ساعة إيه، ده أنت هتقلب الصفحة أنت هتلاقي نفسك نسيته. ليّا زميل عايش في أمريكا، هو بيدرس الطب في أمريكا. هو من كفر الشيخ، ولكن هو زميلي ده مُقرّب منّي جدًا يعني، وحتى كنت سألته على شوية تفاصيل عشان أفهم هُم ماشيين إزاي النظام هناك، أو تقريبًا مش سألته لأ، ده هو في مرّة كل ما أكلمه يقول لي: "أنا رايح المستشفى، رايح المستشفى، رايح المستشفى، رايح المستشفى." يا ابني القرف ده، أنت رايح المستشفى ليه يا ابني، أنت مش لسه في تالتة؟ قال لي: "آه في تالتة بس إحنا بنروح المستشفى." فقعدت أسأل منّه وأفهم منّه واستفسر منّه، اكتشفت إن هُم في سنة تالتة ورابعة ما بيدخلوش الجامعة بتاعتهم، ده هُم بيروحوا يشتغلوا في المستشفى، يعني إيه يشتغلوا بقى في المستشفى؟ هو بيروح المستشفى مثلًا يصلّي الفجر ويروح المستشفى تقريبًا الساعة 6:00 ص. هو والنايب مثلًا معانا 18 عيان أو 20 عيان محجوز في القسم، حلو؟ هو معاه واحد في سنة 2 في سنة تانية مثلًا، في سنة رابعة، وهو مثلًا معاه واحد زميله في سنة تالتة، ومعاهم 4 نواب مثلًا، قُل مثلًا total الناس اللي موجودين بالنواب بالبتاع 5 أشخاص، حلو؟ فالنايب مثلًا ياخد له 5 حالات، والنايب التاني ياخد له 5 حالات ماشي، وبتوع الطلبة دول بقى كل واحد ياخد له فيهم 3 حالات، 4 حالات وهكذا على حسب التقسيم. بيعمل إيه بقى في الحالة؟ هو بيروح يا باشا يجيب اسمها، يجيب التاريخ المرضي بالكامل بتاعها، يقعد يقراه في الملفات، يعرف تشخيصها إيه، يعرف عملوا لها إيه، دخلت المستشفى الساعة كام، وأول ما دخلت المستشفى كانت بتشتكي من إيه، إيه التحاليل اللي اتعملت لها، إيه الإشعاعات اللي اتعملت لها، طب إحنا محتاجين نعمل حاجات تانية والّا لأ، وهكذا، وهكذا، وهكذا. فلمّا يحصل مرور، يعني إيه بقى يحصل مرور؟ إن الاستشاري اللي هو الراجل عنده 50 سنة تمام، ده اسمه استشاري أو الدكتور، المهم يعدّي فبيتناقش في حالة، يشوف الحالة دي عاملة إيه يا حاجة النهارده، أخبارِك إيه النهارده، فيقعد يطمن عليهم، طبعًا الكلام ده في أمريكا مش عندنا في مصر، كلام واضح، الكلام ده في أمريكا، زميلي عايش في أمريكا وبيدرس الطب في أمريكا، فده هو في سنة تالتة وفي سنة رابعة،
فيروح فهو يقف الدكتور، والله يا دكتور الحاله دي اسمها كذا كذا، عندها عدد سنين كذا 60 سنه، عندها ضغط، عندها سكر، عندها كذا، عندها كذا كذا، عندها كذا، دخلت المستشفى تشتكي من كذا وكذا وكذا، عملنا لها كذا 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 كذا، لقينا كذا كذا مرتفع، البوتاسيوم بتاعها مرتفع، اليوريك بتاعها مرتفع، مش عارف ايه، عملنا لها الكلى بتاعها مرتفع، فعملنا لها غسيل كلوي، بعد ما غسلنا لها الكلى البوتاسيوم بتاعها نزل بتاع، والبوتاسيوم كان بتاعها مرفوع في الاول، وعملنا لها علاج كذا ومشيناها على كذا ومشيناها على كذا، وهي دلوقتي وضعها جسد وبس. مين اللي بيتكلم يا جماعه؟ الطالب بتاع سنه ثالثه، الطالب بتاع سنه ثالثه ورابعه في امريكا يا جماعه، الطالب بتاع سنه ثالثه ورابعه هو اللي بيقول كده قدام مين؟ النايب شايفه، والسينيور بتاع النايب شايفه، والاستشاري واقف، ورئيس القسم واقف وماشيين. تخيل حته الطالب في سنه ثالثه ورابعه هو اللي بيتكلم وبيقول التفاصيل كلها تخص الحاله قدام الدكاتره دول. بس هم طبعا انت لو حضرت مرور وشفت الدكاتره في المرور بتاع في مصر مثلا، هتلاقي الدكاتره بقى بيصرخوا النواب، يقعدوا يسالوه مثلا طب الحاله دي كذا، طب لو كنا عندها كذا كذا عملت ايه وبتاع وكلام من ده. بتاع تالتة ورابعة بيتسأل نفس الأسئلة، بس لو اتسأل سؤال مثلا هو تنح أو معرفش يقرأه أو مش معرفش يجاوبه، فيقوم الدكتور بكل بساطة يقول له طب خلاص أنا عايزك تروح تقف خلاص ما تكملش معانا مرور، روح ذاكر المرض ده نيومونيا مثلا، وتعالى اشرحه لنا بعد ساعتين، قدامك ساعتين هقعد معاك تشرحه لي وأسألك فيه. بالمناسبة زمايلنا اللي في الامتياز لما بيسافروا يعملوا الكتيف هناك، الكتيف ده انت ممكن تعمله علشان لو انت عايز تسافر امريكا وخلاص عايز ماشي في طريق اليوسملي، فانت ممكن يوسملي، فانت بتروح تعمل حاجه اسمها الكتيف. الالكتيف ده عشان ايه؟ لو انا جيت يا باشا وفاهم السيستم بتاعكم فعايز اشتغل معاكم. الفكره بقى انك انت لما تيجي تعمل الالكتيف ده، الفكره بقى ان زمايلي لما كانوا بيحكوا لي ان هم لما راحوا عملوا الكتيف وبتاع، فكانوا مبهورين ان هم لما راحوا عملوا الكتيف فالدكتور اتناقش معاهم في بعض الامراض، وبعد كده راح قايل لهم روحوا اقعد في المكتبه ذاكر المرض كذا وتعالى اشرحه لي. فهو كان مبهور حاسس ان المستشفى دي محترمه جدا وفيها انترست زياده بالطلبه، علشان الدكتور عمل معاه حركه ذاتيه، دول بيهتموا بينا ومش بيكروتونا وبتاع. يا جماعه عشان هم متعودين على كده، هم متربيين على كده، هو اي حد بيعمل معاه كده بتاع ثالثه ورابعه، هم بيعملوا مع ثالثه ورابعه وكده، فانت كامتياز ده عادي يعملوا معاك، ايه المشكله؟ روح يا باشا انا هكمل الشغل لوحدي، روح انت ذاكر الدرس ده وتعالى اشرحه لي، وانا فاكر بعض المعلومات هناقشك فيها واسالك فيها. بس احنا في مصر ما عندناش الكلام ده، احنا في مصر عندنا الامتياز ما فيهوش اي استفاده، اقسم بربي انا ما استفدتش معلومه بلاش عشان انا هبدا اتعصب واخش في حته تانية، فخلينا كده رايقين ونقول كلام زي الفل. فلذلك يا شباب انا دايما بنصح، ده التعليم. بص امريكا هو الطب، امريكا بلد الطب، افضل سيستم تعليمي طبي في العالم هو في امريكا. أسوأ خدمة طبية للمريض في العالم هي أمريكا، ولكن أفضل سيستم تعليمي للأطباء في العالم هو أمريكا. أفضل سيستم بيعمل إيه؟ بيعمل كده بتاع تالتة ورابعة بيروح يترزع في المستشفى من الفجر ويروح الساعة 5 ولا 6 المغرب على حسب عدد أيامه. هتقول لي طب هما إزاي بيقسموهم التقسيمة دي؟ والله حتى أنا كان عندي فضول أسأله السؤال ده، قلت له بس أنتوا يعني مثلا دفعتك مش فاكر الرقم اللي هو قاله، ولكن مثلا زي مثلا الدفعة بتاعته 100 طالب 200 طالب، عارف يا اسطى بيقسموهم إزاي؟ يعني انا من الزقازيق مثلا ماشي، الزقازيق فيها مستشفى جامعه الزقازيق، مستشفى الاحرار التعليمي، مستشفى المبره بتاعه التامين الصحي القديم، مستشفى الزقازيق العام، ومعرفش كام وحده صحيه، معرفش في ولا لا، بس عامه انت كده الزقازيق بس عندك 4 مستشفيات. تمام، 4 مستشفيات بيوزعوهم بقى على ال4 مستشفيات، لان هم بالنسبه له يعني احنا بالنسبه لنا اقل مستشفى إيه في الزقازيق؟ في الزقازيق العام هي يعتبر هي اقل مستشفى. برضه لا يا باشا، هناك بقى ما عندهمش السيستم ده، المستشفى اللي هي اقل مستشفى او المستشفى العام يا باشا لا، هتبقى مستشفى جامده وفيها استشاريين جامدين، والطلبه بتوعنا هيروحوا يتعلموا فيها وهيبقوا متميزين ويتعلموا تحت السيستم بتاعهم، لان في مرور كل يوم، وما فيش استشاري مثلا بيكسل يروح يمر علشان عنده عياده بالليل بيسهر فيها بالليل الساعه 3 الفجر، فهو مكسل يصحى الصبح ويروح، لان الدكتور مش محتاج ان هو يعمل العك ده كله ويعيش لايف ستايل الزباله اللي الدكاتره بيعيشوها في مصر، اللي هو يفضل عايش للساعه 4 الفجر ولا 3 الفجر يقعد يعالج في الناس ومستني الحالات بره، الحالات قاعدين بره على السلم وعلى الشارع وماليين الشارع ومعطلين الدنيا بره. لا يا باشا، هو ما عندوش مشكله، جاي لي عشان اعالجك خلاص هعالجك يا باشا، بس انا كده 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 بيدخل له مثلا اقل دكتور في امريكا بيدخل له مثلا ربع مليون دولار في السنه، فهو عايش كويس ووضعه كويس ومش محتاج فلوس زياده ودنيته مستقره، فهو ما عندهوش نفس اللايف ستايل الصعب اللي احنا عايشينه في مصر، فما عندوش اي مشكله تاني يوم يصحى الصبح يروح يمر مع الطلبه اللي هم ثالثه ورابعه ويقعد يسمعهم بهدوء جدا. هناك في سلاسه كده
وحياه سهله. المهم يعني خلاصه الكلام ده كله، علشان كده انا كنت عايز اكد على معلومه انك تنزل تحضر في المستشفى بدري. التعليم الصح في المستشفى خاصه فتره الكلينيك، انا ما بتكلمش على البيزك، انا بتكلم على فتره الكلينيكال. طب رابعه وخمسه لازم تنزل تحضر في المستشفى وتشوف الحالات في المستشفى وتتعلم هناك، مفيش حل تاني. هتقولي لا انا هقعد في البتاع وان شاء الله انا عايز سنتين امتياز اتعلم. لا، لا، انا لو رجع بيا الزمن تاني لسنه اولى كنت هعمل اللي انا قلت لك عليه ده. اختصار خلاصه الكلام، خلاصه الكلام اللي انا قلته في الفيديو ده كله، لو رجع بيا الزمن لاول سنه في كليه الطب انا هجيب كتاب الفيرست ايد وهبدا اذاكره. مش بذاكر اللي هو المذاكره ان انا هذاكر ده وهيقف في الكليه، لا انا هذاكر الكليه بس بعد ما اخلص المديول بتاع الكليه هروح ابص في الكتاب ده واشوف ايه المعلومات المطلوبه مني في الكتاب ده. هو ده الاساس بتاعي وهو ده الدستور بتاعي اللي انا هفضل عايش بيه طول عمري، وهو ده الكتاب الوحيد اللي انا هرجع له في اي معلومه. كتب الكليه انا بعد ما اخلصها انا هرميها، بس انا هركز واخلي معلوماتي كلها تنصب على حاجه واحده بس، وهي الكتاب بتاع الفيرست ايدز ده بالنسبه لسنين البيزك. اول ما اخش في سنين الكلينيكال فورا 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 هبدا انزل مستشفى. ما انا لسه قدامي سنتين امتياز، لا، ابدا انزل المستشفى ولف على كل الاقسام وانزل عيش مع الدكاتره، انزل عيش مع الدكاتره وعيش معهم اكتر من 24. الدكتور مثلا رايح النهارده بقى قاعد في المستشفى، هتقول له يا دكتور انت رايح تقعد كام ساعه؟ يقول لك 24 ساعه. وهتلاقي دكتور تاني في تخصص تاني يقول لك انا قاعد 48 ساعه. اقعد معاه ال 24 ساعه بتاعته او ال 48 ساعه بتاعته. انا كان في تخصص كنت ناوي عليه وخلاص، ده التخصص بالنسبه لي مش هيتغير وخلاص. كنت يوميا بروح اقعد معاهم بال 12 ساعه. مره رحت قعدت معاهم من تقريبا من 8 الصبح ل 8 بالليل، ومره تانية كنت قعدت معاهم من 8 بالليل ل 8 الصبح. وفضلت لمده سنه كامله بنزل، هو خلاص انا لا اما ده لا اما ده 12 ساعه وبروح. لكن في مره قلت لا انا هخبطها معاهم بقى 24 ساعه، وكان في حالات كتير بقى وبتاع، قلت اساعدهم وكلام من ده. فقعدت معاهم من 8 ل 8 تاني يوم الصبح. انا خرجت من المستشفى قلت لا مستحيل اخد التخصص ده، رفضته تماما. اللايف ستايل لما شفتها عن قرب او عشت اللي هو الدكتور عايشه بالتفاصيل لمده 24 ساعه او المده اللي هو بيشتغلها بالكامل، انا كرهت التخصص. قلت مستحيل ده مش تخصص بني ادمين، الله يكون في عون اللي بياخدوا التخصص ده. طب سنتين الامتياز يا دكتور، دول سنتين امتياز وسنتين كتير جدا، ده انا مش عارف اعمل فيهم ايه، ده الناس اصلا في الامتياز لما بينزلوا المستشفى ما بيتعلموش حاجه. ما هو يا حبيبي اللي ما بينزلوا ما بيتعلموش حاجه دول ده بص يعني مثلا كان في دايما كان في حاجه باخد بالي منها. الولد والبنت في الامتياز، الولد في الامتياز كان بيخش المستشفى عشان يتعلم واحد اتنين تلاته، انا اتعلمتهم خلاص يا باشا اروح اشتغل بيهم. انما البنت لا، خاصه البنت، معلش البنات فيهم نوعين. بنات كانوا بيروحوا يقعدوا عشان بس يمضوا حضور ويفضلوا قاعدين بره قدام المكتب بتاع الحضور والانصراف لمده 5 ساعات، وبعد كده يعملوا انصراف ويروحوا تاني. انا دول كنت يعني ربنا يهديهم، بس دول اختاروا قالوا يا باشا احنا اخترنا الدنيا، انا عايزه اتجوز واربي العيال وانا راضيه ومبسوطه. ولكن بقى كان في حيتان تانيين، بنات تانيين بقى بيعملوا ايه؟ كانوا بيروحوا يا باشا يحضروا الراوند بتاعهم، بيحضروا بقى حضور بما يرضي الله. انا عندي 12 ساعه في القسم هروح اقعد في القسم اروح اتعلم. بيلفوا على كل الاقسام يتعلموا، بص اتعلموا كميه حاجات بسم الله ما شاء الله عليهم. انما بتوع الولاد لا يا باشا، الولد انا لقطت المعلومتين بتوعي ان شاء الله انا بكره هتخصص مش عارف ايه ان تي، فوقتها بتعلم بقى في إيه؟ في الماستر. فخلي بالك الولاد دايما بيفكروا ازاي، انا مش هنزل الكليه وانا في سنين الدراسه اللي هو بتاعت ال5 سنين، ان شاء الله هنزل في الامتياز. فلما يجي الامتياز يقول لك لا انا عايز اعمل فلوس دلوقتي، وان شاء الله لما اختار التخصص هروح احضر في التخصص بتاعي وهتعلمه. ما هستفاد ايه لما اتعلم الجراحات وانا اصلا هكون بطنات؟ فانا هستفاد اضيع وقت ليه؟ اشوف التخصص بتاعي وقتها اتعلمه. فيفضل ياجل ياجل ياجل. لكن البنات لا، البنات مش في مخهم اصلا يعملوا شغل ولا يعملوا فلوس ولا يتعبوا نفسهم، لا فهم نازلين يتعلموا فبيستفادوا جدا. لذلك دايما بلاحظ ان البنات عندهم قدره تعليميه غير طبيعيه عن الولاد. طبعا بقى في السكيلز وكده الولاد بيتفوقوا بعدين، بس الولاد بيتفوقوا بعد ما يكسروا ال 30. ليه؟ لان هم بقى بينطلقوا بقى. البنات برضو بيجي لهم ليميت كده عند 29 سنه، بس تلاقيها خلفت خلاص يا باشا انا معلش انا هاخد مش عارف سنه واضح حمل ومش عارف سنه رضاعه وبتاع. فتفضل بقى ايه تسيب الكارير خالص وتنسى الكارير خالص وتنسى احلامها واهدافها. طيب ايه الصح نعمله في الامتياز؟ انك انت تكون مظبط النولج بتاعت الكليه كامله، السنين بيزك ذاكرتها من الفيرست ايد. لما جيت في ثالثه ورابعه وخمسه انت بدات تنزل المستشفى، عارف كل تفاصيل المستشفى، عارف السيستم ماشي ازاي، عارف الامراض ماشيه ازاي، عارف العلاج ماشي ازاي، وعشت كل التخصصات. لما تيجي في الامتياز على الاقل على الاقل هات ورقه وقلم. اول يوم في الامتياز هات ورقه وقلم واكتب ايه الحاجات اللي انت عايزها في حياتك وتقديرك كام، وهل ده منطقي تعرف تاخد التخصص اللي انت بتحلم بيه ولا لا. وحاول على قد ما تقدر انك توصل لتخصص واحد او التخصصين وتقول انا هاخد ده او ده. في سنتين الامتياز انزل اتعلمهم، ما تنزلش تتعلمهم من هدف انك تتعلم علشان تبقى جامد والكلام ده، لا 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 لا، ولا تشتغل بيهم. اوعى اوعى تفكر بالطريقه دي. انت نازل تتعلم علشان توصل لمرحله خلال السنتين تعمل كونكشنز بدكاتره. انا عايزك تعرف كل الدكاتره اللي في التخصص ده،
فكره ان يكون ليك علاقات وتكون انت محترم ومهذب وجدع وبتساعد اي حد، فالدكاتره يفضلوا يحبوك. بعد السنتين الدكاتره ممكن يعلموك كده. حتى بقى لو دخلت وزاره الصحه زي ما انا شرحت في الفيديو، انا بقالي كام سنه، بقالي تقريبا كام 45 دقيقه بتكلم، بقالي 45 دقيقه بشرح لكم. سواء بقى انت دخلت وزاره الصحه زي ما انا قلت لك وما لقيتش حد يعلمك، مكالمه تليفون بس واحده منك للدكتور اللي انت كنت بتحضر معاه في الامتياز بتاعك في الجامعه، وتقول له يا باشا انا مش عارف اتعلم، مش عارف اعمل كذا ده، والله ممكن يدخلك من الجامعه جوه ويخليك تحضر معاه عمليات جوه ويعلمك غصب عن الدكاتره اللي واخدين نيابه جامعه. ما يفرق. بص، هي كونكشنز. ودايما حطها قاعده في مخك: الطب مصنوع لاولاد الاطباء. فانت لو والدك مش طبيب، شوف حد يتبناك. بس انا دكتور ابراهيم عادل، وربنا يحميكم ويحفظكم. ادعوا لي ان انا، ادعوا لي بالسداد والتوفيق والستر، وربنا يوفقني و... وابطل جلد ذات، واعرف قدرتي واعرف حقوقي وما تعداش، واكون مدرك مدى قدرتي ومدى حدودي وما تعدهاش وما اطمعش في اكتر من كده، واتقبل مرض الناس واتقبل موت الناس. لان عدم التقبل كطبيب شيء مهلك، ودي اسوأ حاجة ممكن تكون موجودة فيا. حاولت اعالجها كتير، بس دايما بحس ان المريض اللي مات ده شرفي مات معاه، ان انا في تقصير حصل مني. هل مفيش تقصير حصل مني؟ لدرجه ان كنت بروح للدكتور بقول له في جالي مريض كذا كذا عملنا معاه كذا كذا كذا، هل في تقصير؟ يقول لي تقصير يا ابني؟ الكلمه الغريبه دي. بس المشكله ما حدش كان بيديني الاجابه اللي انا عايزها. ايه الاجابه اللي انا عايزها؟ يقول لي مفيش تقصير لانك انت كان عنده واحد فانت عملت له واحد، كان عنده اتنين فانت عملت له اتنين، كان عنده تلاته فانت عملت له تلاته. يحسبها لي بالمنطق. انا متفهم انها اقدار، ومتفهم ان موت الناس ده قرار من عند الله عز وجل، وامر منهي. ولكن كنت اتمنى ان انا اكون احد اسباب رجوع الناس من الموت دايما، واتمنى ان انا كنت اوصل لعدد مهول من انقاذ البشر. ولكن للاسف اكتشفت في انك في طب مجرد انك مش الوسيله. تعالى ممكن نقول مثلا اللعبه المسليه للمريض من بدايه شعوره او باول الم للحظه خروج الروح. اعتقد ذلك. انا دكتور ابراهيم عادل، وربنا يحميكم ويحفظكم.